عمرها ما كانت بإرادة البشر، طول عمرها ماشية بإرادة ربنا وبس. في السبعينات وفي واحدة من المحطات الإذاعية الأمريكية المشهورة جدا كان في برنامج بيعتمد على استقبال رسائل الناس وإن هم يقروا الرسائل بتاعت الناس في الراديو في الإذاعة دي. مجرد يقروها بس، يعني المذيع والمذيعة بيستقبلوا طوال الشهر رسائل من الناس، وبعد كده بيروحوا طالعين على الهواء ويقروا الرسائل دي في الراديو للناس. اللي طالب، اللي بيتكلم بيحكي عن قصة عاطفية، واللي طالب مساعدة، واللي بيحكي عن موقف حصل معاه مؤثر جدا، واللي بيحكي عن محبته لفلان، واللي بيحكي عن كذا، واللي كلها ناس بتحكي حكايات وبتوصف مشاعر جواها في رسائل على ورق. البرنامج كان محقق شهرة كبيرة جدا جدا وقتها. وواحدة من الرسائل اللي جت كانت رسالة من سيدة عجوزة اسمها روز. سيدة روز ست عجوزة، يعني كانت كاتبه كده في الرساله: انا عندي 82 سنه. طبعا المذيعه بتقرا الرساله بتاعتها على الهواء: عندي 82 سنه وفجاه اصابني فقر، انا مش عارفه ايه سببه، بس تمام انا كده وكده صابره وعايشه حياتي، ما عنديش مشكله خالص. انا بعاني في ان انا الاقي الدواء بتاعي، اصلا الدواء بتاعي فلوس ومش قادر اجيبها. انا عايشه على المعونات بتاعت الناس الجيراننا والناس القرايب اللي من بعيد. انا حتى الاكل مش بعرف ادبره ولا بعرف اجيبه منين، برضه عايشه على الفتات من صدقات الناس عليا وكده، وحياتي صعبه جدا جدا جدا. بالمناسبه انا مش بعت الرساله دي علشان خاطر تساعدوني، انا عارفه كده كده انتم ما بتساعدوش حد، انتم مجرد بتقروا الرسائل بتاعت الناس، وانا مش طالب منكم معونه، انا طالباها بس، انا طالبه المعونه من ربنا مش منكم انتم. وبعت لكم الرساله اللي بحب الكتابه، عشان كده قعدت احكي عن ظروفي. فانا مش عايز حاجه من حد، انا بتكلم بس انا ايه، بعت الرساله دي لربنا لاني عارفه ومؤمنه ان ربنا بيقرا الرسائل. خلصت الحلقه. كان بيسمعها بخصوص واحد رجل اعمال امريكي معروف جدا. رجل الاعمال الامريكي ده غير مؤمن اصلا بوجود ربنا يعني. فسمع الرساله في الراديو وعجبه الموضوع، قال لك يلعب لعبه يعني. جاب السكرتيره بتاعته قال لها: روحي على بيت الست روز دي واملي لها بيتها كله اكل، وهات لها الدواء اللي ناقصه كله، واديها فلوس في ايديها، خليها ما يبقاش ناقصها اي حاجه، ولما تسالك مين اللي عمل كده قولي لها الشيطان هو اللي بعتني بالحاجات دي. انا عايز العب معاها يعني، عايز اشوف ايه هي. مش هي بتقول ان ربنا بيقرا الرسائل؟ طب ربنا ما عملهاش حاجه، قول لها ان الشيطان هو اللي بعت لها الحاجات دي كلها. السكرتيره نفذت طلب الراجل وراحت ودت لروز الاكل، وملت لها بيتها كله اكل وادويه واديتها فلوس. فروز عماله ترص في الاكل زي النمليه يعني او الارفف، ومش مصدقه نفسها وفرحانه يعني. فالسكرتيره استغربت ان روز ما سالتهاش مين اللي بعت الحاجه. فالسكرتيره سالتها، قالت لها: انت ما سالتنيش يعني مين اللي بعت الحاجه؟ فردت عليها روز وقالت: لا يهمني حقا من ارسل هذا الطعام، فكل ما اعلمه انما حين يقدر الله امرا فان حتى الشياطين تطيعه. في جمله عظيمه جدا بتقول: العيش بالقلق هو افتراض ان الله سيخفق. اللي هو بالبلدي كده يعني، كان ربنا اثر معاك في ايه قبل كده عشان تبقى قلقان جدا انه ياثر في اللي جاي؟ لما بتسيب القلق هو اللي يسوق، فانت بالتوازي بتقلل من ثقتك في قدره ورحمه ربنا سبحانه وتعالى. كتر القلق بيخليك لا اراديا تنسى النعم اللي محوطاك في كل تفصيله في حياتك، تنسى كل مره ربنا شايلك فيها وعداك وسترك من غير ما تطلب. عشان كده اهم درس تتعلمه هو انك تمرن قلبك ما يقلقش زياده عن اللزوم، وتكون واثق ان ربك رب المستحيل اللي ممكن وفي لحظه وبسبب ثقه قلبك فيه وفي رحمته يحول المستحيل ده لسهل. طب والمطلوب حاجتين: يقين ان كل اللي بيجيبه ربنا سبحانه وتعالى كويس وخير، وتاني حاجه الدعاء ليه بتيسير الامور، وتدعو ان لا يكون طريقك وعرا لتنجو، فيكون طريق وعرا وتنجو، لتعلم ان النجاه من الله وليست من الطريق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خليها على الله.